مش اسمها هرجع، انا مش راجع. انا مش راجع، انا هكمل طريقي مهما كان. انا عارف ان هو صعب، فهيحصل حاجه من اتنين. يا اما هتلاقي المحاضره كبيره زي احد الطالبات كنت بكلمها فبتقول لي كنت بقفلها وخلاص، اقول لا مش هكمل. يا اما هتلاقيها كبيره فهتدوس وتكمل حتى لو هتقسمها. مش اسمها هرجع، انا مش راجع. انا مش راجع. انا شعاري في هذه المرحله وعجلت اليك ربي لترضى. انا هكمل طريقي مهما كان. انا عارف ان هو صعب، الا انه في الاول وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى هيعوضنا عن هذه المشقه. واستعينوا يا جماعه، استعينوا بالصحبه الصالحه، واستعينوا بحد يدفعكم ويحفزكم في هذه المرحله عشان تقدر تكمل، لان مرحله تقيله هتجهد من كتر الشغل. لكن في النهايه زي ما احنا بنقول، اطلب العلم ولا تكسل، فما ابعد الخير عن اهل الكسل، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. في النهايه لما هتوصل للنجاح كل التعب والمشقه ده هيروح، والله كل ده هيروح. لا لا لا، اوعى تخيب، اوعى تفشل، واوعى تحبط، وخلي دايما راسك مرفوع لفوق. كمل زي ما انت في الطريق بتاعك وافضل اسعى. صدقني يا ابني قسما بالله ما هتحس بقيمه المجهود غير في اخر الطريق، اما تشوف النور طلع لك والثمره بتاعت نجاحك بتقول لك انا الثمن بتاع تعبك ده. ما تيأسش واوعى توطي راسك لفوق، دايما افضل رافعها. تعبت وما عدتش عايز تكمل، عايز تشمت فيك اللي يسوى واللي ما يسواش. لا فكها من الشغلانه الفاضيه دي، مستقبلك وحياتك اهم من اي حاجه. قوم وشوف مصلحتك، محدش هينفعك غير نفسك. اوعى تخلي حد يشمت فيك، اوعى تخلي حد في يوم من الايام يقول انا اللي وقفت جنبه. دراعك هو اللي هيسندك، وبص محدش هيجري على مستقبلك غيرك. اوعى تشمت فيك لا قريب ولا غريب، خليك دايما انت السند لنفسك. قوم وشوف مصلحتك، فكها من الشغلانه الفاضيه دي. تعبت؟ طب وايه المشكله ما تتعب؟ هو انت الناس لما بتدعي لك بتقول لك ربنا يديك على قد؟ هو لو ما فيش تعب ربنا هيديك؟ امال انت عاوز توصل لحلمك ازاي يعني؟ وانت مرتاح ومدلع؟ باشا ما فيش حاجه اسمها نجاح من غير تعب. ولو مش قد التعب ما كنتش دخلت ثانويه عامه اصلا. فكك بقى من الدلع ده بقى. هي سنه عاوزه رجاله، انت بقى من الرجاله اللي عاوزين مصلحتهم. اتعب، ما هو انت جاي تتعب عشان ربنا يديك على قد تعبك. بص كلمتين هقولهم لك تاخد بيهم او لا، دي حاجه ترجع لك انت. الدنيا والكوكب اللي احنا عايشين فيه ده ما بيستناش حد، فقوم كده وكمل وعافر واوعى تستسلم. وقعت زعلت ماشي، خد وقتك كده على شويه، اتضايق شويه، بس قوم وكمل، عشان لو استسلمت وقعت هتتهرس. محدش بيستنى حد ومحدش بيطبطب على حد ولا بقى في حد بيساعد حد. فانت ما تعتمدش على حد اصلا، ساعد نفسك بنفسك ودور على سعادتك يا باشا. لو في خرم ابره دور عليها، انزل البحر لو في البحر هاتها. حاول تجتهد من أجل إنك تعمل اللي عليك، وتحط في دماغك إن المولى عز وجل بيجزي على الاجتهاد والنية والسعي مش على النتائج. يعني أنت في الطبيعي بتذاكر علشان تجيب مجموع علشان تخش الكلية، ممكن ده يحصل وتكتشف في نهاية المطاف إن دي مش أفضل كلية ليك، أو أنت مش حابب المجال ده أو أيا كان. وممكن تذاكر وتجتهد وتخش كلية أنت مش حاببها. هل في الحالات ديت المجهود اللي أنت بذلته راح هباء تبخر اختفى خلاص عدى صفحة وقلبناها وخلاص؟ استحالة. المجهود ده ما بيروحش أبدا. الله عز وجل كريم. انشف، ده كلام بجد والله. انشف، خد الموضوع بقوه، خليك قوي. انت اللي بتضعف نفسيتك علشان دايما مشتت نفسك. فانت لازم تتعب بشرف. وانت بتتعب انت بتستمتع ان انت تبذل وقت ومجهود عشان حلمك، مش بتستمتع اللي انت فرحان بالوقت اللي بتقضيه. محدش بيفرح في وقت تعب، بس انا قصدي بتستمتع بفكره ان انا بعمل اللي عليا.